ده واحد معروف إنه الطرف الأكثر حماساً في أي علاقة، تحتاجه يسيب اللي في إيده ويجيلك فوراً، حتى لو بس علشان يقعد معاك ويسليك. لكن على الناحية التانية لما هو بيحتاج حد للأسف مش بيلاقي، ويضطر يقضي وقته لوحده. ووسط الإحباط والألم بدأ يسأل نفسه، هو العيب في أنا ولا في اللي حواليا؟ وفي ليلة هادية وهو قاعد في أوضته جات له فكرة، جاب النوتس وكتب: المشكلة مش إني أكتر واحد حماس أو أكتر واحد متاح، المشكلة إني مش فاهم أنا بعمل ده ليه، ومش بقسم أولوياتي، كل حاجة عندي داخلة في بعض، وده بيخليني أسيب أي حاجة بسرعة لأي حاجة تانية، وده كمان بيخلي الناس تشوف اللي بعمله قيمته قليلة. ساعتها فهم إن الحل مش إنه يقلل حماسه ولا يبطل يكون موجود، الحل إنه يكون واضح مع نفسه هو بيعمل الحاجة دي ليه، ويحط أولويات، يعرف إمتى يقول وإمتى يقول لأ. ساعتها هيفضل قلبه كبير وحماسه موجود، وكمان هيحافظ على نفسه.